بابا، ربنا شكله عامل ازاي؟ فيش قلت قبل كده كفاية كلام كفر؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ وقف الاجابه دي ووقف الضربه دي. على فكره الضربه دي مش هتخليه مؤمن بربنا، بالعكس دي هتخليه كذاب وشكاك وعمره ما هيامن بحاجه. سيدنا ابراهيم سأل ربنا سبحانه وتعالى: ربي ارني كيف تحيي الموتى، وربنا رد عليه. مع ان سيدنا ابراهيم نبي، بس ده مش معناه ان هو ما يسالش ولا يحاول يستفسر ولا يحاول يفهم. فهمك للامور واستفسارك هو اللي بيخليك تثق وبيخليك تكمل فيها. حتى فرعون لما سأل سيدنا موسى: وما رب العالمين، محدش ضربه ولا حد عنفه ولا حد قال له حرام عيب. السؤال مش كفر، الجهل هو اللي كفر. ازاي بنثبت وجود حاجه احنا مش شايفينها اصلا؟ الكهرباء بتحس بيها لما تلمس فيشه، الهواء بتشوف اثره على ورق الشجر في الشارع، حتى ربنا سبحانه وتعالى وله العزه والمثل الاعلى بتشوف دقه الكون حواليك، بتشوفه في قلبك اللي بينبض 100,000 نبضه في اليوم ومالكش اي تحكم ولا دلال عليها. فهمت؟ حاجه كده زي ما تشوف اوضتك مترتبه بعد ما كانت متبهدله، ساعتها بتعرف ان والدتك هي اللي عملت كده. عارف بقى ايه الفرق بينك وبين سيدنا ابراهيم؟ ان سيدنا ابراهيم ما اتنهرش لما اتسال وفكر ان هو يسال وما خافش من السؤال، ولما سال فهم، ولما فهم بلغ، ولما بلغ بقى ابو الانبياء سيدنا ابراهيم. انت بقى عايز ابنك يبقى ايه بالظبط؟ عايز يبقى على خلق الانبياء زي سيدنا ابراهيم، ولا عايز يطلع جبان وخواف وما يسالش اي سؤال هو عايزه يبقى عنده شك دايما في اي حاجه بيسمعها او بيقولها؟ في ايه في سوره العنكبوت: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيأمرنا ان احنا نتفكر في كل شيء حوالينا، وتفكرنا معناه ان احنا نعرف ربنا ونقدر نوصل له بجد. في دراسة حصلت في جامعة هارفارد سنة 2023، 80% من الملحدين تعرضوا لقمع ديني في الطفولة. وفي فتوى الأزهر 1803 سؤال الطفل عن الله مباح شرعا. قول لي بقى، تفتكر ضربك ليه ولا تعنيفك ليه ده هيخليه يطلع إنسان سوي، هيخليه مسلم، أو هيخليه حتى يعرف ربنا عن طريق أي دين من الأديان؟ فعشان كده أرجوك لما تسأل سؤال أنت مش عارفه، حاول تدور على الإجابة، حاول تشرح، حاول تفهم. الأب أو الأم هما مصدر الأمان لأي طفل. لو معرفش يسألهم ومعرفش يلاقي عندهم الإجابة ومعرفش يلاقي عندهم الأمان اللي يقدر يسأل بيه أي سؤال هيجي على دماغه، وبعد ما يكبر مش هيلاقي أي ثقة إن هو يعرف يتصرف أو يتكلم أو يعرف حتى يفكر. عشان كده لو ما عندكش إجابة اسأل، دور، وصدقني ربنا سبحانه وتعالى هيهديك دايما للإجابة. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك وشير وسبسكرايب، ولو انت من متابعين القناة ما تنساش تشغل الفيديوهات عشان خاطر غيرك يستفيد، ولو انت جديد ما تنساش تفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد، وتابع محتوياتنا القديمة اللي في القناة. وفي النهاية سيبني أسألك سؤال كده ورد عليا في الكومنتات: ايه هو أصعب سؤال ديني سألته من ابنك ومعرفتش ترد عليه؟ ولو سألتني عن رأيي كمستر ليه في الحلقة، أحب أقول لك إن الفضول ما بيموتش إلا لو انت قتلته. كان معكم عبد الرحمن صالح، وهنا مستر ليه. سلام.